في مصر كل سنة في تاريخ المتعارف عليه انه ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا بالفعل في اختلاف في ميعاد ولادة سيد البشرية جماعة صلى الله عليه وسلم، انه يوم 12 ده يوم وفاته، ولكن برضه مش ثابت انه يعني ننفي انه الميلاد يوم 12. وانا اذكر في الازهر الشريف، مش عارف كان في كتاب السيرة علينا في اولى اعدادي ولا قبل كده، ده من 30 سنة ولا من 31 سنة، كان يوم 9 ربيع ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مكتوبة كده: ولكن التحقيق العلمي ما ذكرناه، مشهور أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يوم 12 ربيع، ولكن التحقيق العلمي هو يوم 9 ربيع. تمام، كانوا كاتبينها كده بالنص. المهم مش دي القصة، المهم انه كل سنة في هذا الميعاد بيختلف بقى الناس عن هل دي بدعة، وناس تاني تقول لا مش بدعة، فالناس بيتقسموا يعني. إلا شيء عجيب حصل، أو أنا أول مرة أشوفه في مركز نقادة في محافظة قنا، ولهم منا كل التقدير والاحترام، ولكن هذا الكلام لا يليق بالمقام المحمدي، بمقام سيد البشرية وسيد الأكوان صلى الله عليه وسلم. وهقول لحضرتك ليه، لكن قبل ما أقول لمعاليك ليه الكلام ده ما ينفعش، نراجع مع بعض اللي بيحصل من الناس والأخطاء بتاعتها. إما ناس شايفة إنه الموضوع عادي، وهم لا صوفية ولا ينتموا للشيخ فلان ولا للشيخ علان، أو بينتموا للصوفية المعتدلة، تمام، وآخره بيحضر حفلة قرآن وخطبة لأحد العلماء وابتهال للمبتهلين والكلام ده، ولا يعتقد إلا في الله، وما بيعتقدش إنه ليه فضل عن من لا يحتفل، تمام، وما بيعملش أكتر من كده، وما بيعتقدش إنه ده عيد، وما بيعتقدش إنه لازم في نفس اليوم، وما بيعتقدش إنه هياخد أجر في هذا الأمر، تمام. وده أنا أميل لهذا الرأي الشخصي يعني، تمام، رأيي الشخصي زي كده، لأن احنا لو حسبناها نلاقي تلاوة القرآن الكريم بطريقة الشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ عباسط، وما كانتش برضو على أيام النبي ولا الصحابة، وما حدش يقدر يقول لي أنت لما هتسمع قرآن كده أنت مبتدع. فأنا في إطار يا جماعة في العقيدة ما خرجتش عنه، إن أنا ما اعتقدتش في شيخ، ما اعتقدتش في حد، ما اعتقدتش إنه في أجر في اليوم ده لو احتفل. هو مجلس ذكر، مجلس علم، في تلاوة قرآن، حد بيخطب، حد كذا. فلو كان هذا الحفل هيبقى في نوع من التشدد الكثير فعلا، لو حد قال لي انك انت مبتدع ممكن تاخد يعني ذنب في ذلك. ما انا هقعد فين يعني؟ ما انا لازم اتكلم ولازم اتعلم ولازم اشوف، فده شيء مرغوب، لان قراءة القرآن لها اصل الخطبة لها اصل، وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا، على الدوام، مش لازم يعني انت بتمشي بالمسطرة يعني بنفس، مش بتنسخ نسخ انت، تمام. وفي نفس الوقت لا أزايد على اللي بيقول لي ده غلط، ماليش دعوة بيه. في بقى جزء بيحتفل بقى وفتحها على البحري، وبيقول دول اللي بيخالفوا، اللي عايز يلتزم بالسنة يقول له ده انت وهابي، ده انت تكفيري، ده انت ما فهمش، وتبدأ التلاسن بين الناس وبين الأشخاص، وده منظر لا يليق. تيجي بقى للجزء الثاني اللي هو مش بيحتفل، جزء برضه في حاله ومش بيحتفل، وشايف نفسه انه هو على انه يلتزم باللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وانه حاجه ما حصلتش ما يعملهاش. ده برضه انا ما اقدرش ازيد عليه، وما اقدرش اقول له انت وهابي ولا تكفيري ولازم تحتفل، وان ما احتفلتش هتبقى راجل متشدد ومتزمت، تمام. وفي نفس الوقت في جزء بقى ما بيحتفلش، لكن شايف ان هو كده خد الاجر الكامل، وده طبعا برضو خطأ، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لكن ما يحدث في صعيد مصر وفي مركز نقادة بالتحديد والله لا
يليق بالمقام المحمدي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما ينفعش أنا أعمل أعمال فيها تشبه باللي بيعملوا الشيعة، ما ينفعش أعتقد إن أنا أحسن من غيري لأن أنا عملت كده، ما ينفعش أعمل شيء أنا بعمله لناس بقول عليهم أولياء وحتى لو كانوا بالفعل أولياء، تمام، دول يعني يبقى أنا حطيت ده جنب ده. طب حد ينفع يتحط جنب سيدنا النبي؟ إحنا هنستهبل يعني؟ مهما بلغ من كرامة، مهما بلغ، هات لي زي ما بنقول في الصوفية قطب مش عارف إيه، وإن شاء الله يكون قطب المجرات كلها، يوصل فين لتراب سيدنا النبي؟ عشان أنا أطلع في مناسبة بشوية عصي ولف وأعمل حاجة وأقول ده مولد النبي، يبقى مولد الشيخ فلان زيه، مولد الشيخ علان زيه. فاحذروا يا جماعة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وربنا يطلعنا منها على خير.